هاي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم رياض العبادي كالعادة من هولندا. حبيت نكشف معنا العمليات المفبركة المسرحية اللي صارت عن طريق المدونين هذوما الكلاب الطحانة كيما جال البريك ولا جوهر بن مبارك. كيما تعرفوا الناس الكل راهو هذا مخطط ليه من قوى الردة ومن قناة العار نسمع والقنوات الأخرين، وهذا شيء خطير ياسر. هاوكا اللغة هي والسياسة هي والعملة هي بيد والوجوه هي ما هم بيدهم، الطحانة هما بيدهم، لعنة الله عليهم واحد واحد وعلى زميمهم السبسي. وكما تعرفوا كل هذا معناها خاينين للثورة وراكبين على الثورة وطلعوا بعد 14 جانفي كلهم بما فيه السبسي، وكلهم واخذين الفلوس، واكثر واحد واخو السبسي من الطيف وطارق بن عمار وعصابة حكومة الظل وجا البري كيف من بوليس سياسي قبل، من طحان بوليس سياسي وكان ياخذ في شهرية في تونس 500,000 في الشهر، وتو في فرنسا ياخذ معناها في آلاف من اليورو لإطاحة بهذه معناها الثورة المجيدة، وهو ضد الشعب التونسي ويصف الشعب التونسي بالجرذان ويصف جنوب تونس معناها كيف بالجرذان، هذا الكلب العميل السفاح. وكل شيء مدون على الفيسبوك كيفاش يقول معناها مناضلين ومعناها ثوار اللي في سوريا وفي ليبيا بالجرذان وعملاء الغرب. ماتت آلاف مئات الآلاف ماتت من المسلمين ومن العرب ومن التوانسة باش يتعداو الحرية والكرامة. راهي الحرية راهي بثمن غالي نجمش معناها نساوموه، وهذا ضد الإنسانية وضد الحرية للشعب العربي المسلم. هذا الكلب السكرجي الغبار الفاسد. ونقول لكم معناها العملية اللي صارت لجال البريك راهي مفبركة من رموز الفساد في تونس، وهو وراءها أجندة خفية هو وسي جوهر بن مبارك. هذه اللغة جديدة هما تو يلعبوا في آخر أوراق نتاعهم لإطاحة برغبة الشعب وبإطاحة بهذه الحكومة الشرعية الفساد هذوم. والقائمة تطول مش واحد مش اثنين، فما يجي عشرات كي جال البريك وجوهر بن مبارك، ونزيد نضيفوا للقائمة معناها ذكرى بالوفاء محمد علي عارفة وغيرهم الفساد المدونين على الفيسبوك اللي يعملوا في الثورة المضادة وقاعدين ياخذوا معناها في الشهر معناها في فلوس من قوى الردة. وهك علاش كل واحد يكرموه ويعديوه في التلفزة ويعلقوا له نشال، ولكن أحرار تونس يتمكنوا بهم في الإذاعات هذه المرئية والسمعية والبصرية ويحطوا معناها 4 من الكلاب حشاك هم يتكوا فيه وخليش يتكلم. هذا كل معناها حرب بسيكولوجية، حرب ضد الحرية ضد الكرامة ضد الشعب التونسي. هك علاش يا توانسة فيقوا من هذه العصابة لقد تاجر بالدم الشهداء أعداء الثورة. يجب معناها نكونوا معا لقضاء على هذا الإعلام البنفسجي، إعلام القدر، إعلام الرذيلة. يجب تطهير إعلام العار. يجب معناها نتحولوا الكل وندفعوا معناها الشعب التونسي نحو الإصلاح. مش ممكن باش نتقدموا نحو الحرية والعدالة بهذه المنظومة الفاسدة اللي مسيطرة عليها رجال أعمال فاسدين ونظام البائت. وهذا شيء خطير ياسر. كل مرة يطلعونا بطلع، كل مرة يعملونا مسرحية، والمسرحيات الكل ما تجيش على المجانين. بعد 14 جانفي المشاكل كل صارت والأحداث الكل صارت راهي أحداث كيدية من النظام القمعي، بقايا 7 نوفمبر، قوى الردة ما تحبش الشعب يتحرر، خاطر كان تحرر الشعب التونسي هذوما بلايصهم كل في الحبس، كل المجرمين والسفاح من وزارة الداخلية، من رموز الفساد تاع الداخلية ومن رموز الفساد نتاع الأعلام، من رموز الفساد نتاع الجيش، من رموز الفساد رجال أعمال فاسدين الناهبين الشعب التونسي، كلهم كل في الحبس هذوما بصراحة. ما يحبوش العدالة، ما يحبوش القانون، يحبوا يقعدوا فوق القانون هم وعائلاتهم باش يقعدوا يمسوا في الدم الشعب التونسي. لكن احنا موقعنا هذا نقول لهم لن تمروا والأيام بيننا. عاشت تونس حرة أبية، فلا عاش في تونس من خانها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.